هنبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهقول لكم برضو لأن أنا بحب المقدمة دي جدا، بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. معايا هنا كمية أو شوية كده من الشبت والكزبرة، حوالي راس توم، معايا فلفل أخضر زي ما انتم شايفين. وكمان أنا كنت نسيت في أول الفيديو إن أنا أحط في الكبة ليمون، وحطيت بعد كده الليمون. تمام. انا هنا بقطع الفلفل وباخد كل الكلام ده وهضربه في الكبة، ويلا بينا هنشوف احنا هنعمل ايه. انا عملت فيها ام القريف. ف النهارده الجمعة طبعا، وانا حبيت ان انا اغير في يعني الاكل. ومش هقول لكم ان انا نقول ان احنا زهقنا، لان انا كنت بقول لواحده انا زهقت من الاكل مش عارفه اعمل ايه. قالت لي ما تقوليش كده عشان كده حرام. فاحنا لازم نقول اللهم دمها نعمه واحفظها من الزوال. فعلًا النعمة دي نعمة إحنا مش حاسين بيها، ولمّا بعد الشر عننا كلنا إن هي بتزول، بنبقى حاسين بقد إيه إن إحنا كنا في نعمة كبيرة وزالت مننا، وقد إيه إن إحنا محتاجينها، وبندعي ربنا إن هي حياتنا ترجع تاني زي الأول. بعد ما ضربت الشبت والكزبرة والتوم والفلفل، وزي ما قُلت لكم أنا بعد كده افتكرت إن أنا ما حطيتش ليمون، فحطيت ليمون هنا، ليمونة ونُص، وضربتهم تاني في الكبة عشان أحطهم في الخليط اللي إحنا هنعمله مع بعض ده. ده شوية من المَيّة، حطيت فيه ملح وحطيت فيه كمون وحطيت فيه كزبرة ناشفة، كل حاجة من دول حطيت فيها نُص معلقة كبيرة، وكمان بهارات من السمك. ومعايا هنا هريسة من الفلفل الأحمر المتفرزة بدون أي حاجة خالص في الفريزر. حطيت هنا معلقة، تقدري تستغني عنها لو انت مش حابة، بس أنا حطيتها. هي ما ادتنيش سبايسي ولا حاجة، بس ادتني ان هي في لون أحمر موجود في الخلطة، فادى الوصفة اللي احنا هنعملها دي شكل حلو أوي. المهم بعد كده النهارده الجمعة طبعًا، اللي راح صلّى واللي جه، يا جماعة عاوزين ناكل إيه، عاوزين ناكل إيه؟ أنا عاوزين ناكل سمك. هنا في المنصورة ما بيبقاش في سمك يوم السبت. فعشان إحنا ناكل أنا كنت عاملة في فيديو قبل كده طاجن بامية مع المبكبكة، فلسه البامية دي موجودة عندي في التلاجة ما أكلناهاش، وما حدش يعني كل منها خالص. فقُلت هنتغدى بيها، هنفطر بيها النهارده اللي هو كان الجمعة. بعد كده افتكرت إن يوم السبت مش هيبقى فيه سمك. قُلت خلاص نخلّي البامية ليوم السبت وهنتغدى سمك. حد ينزل يجيب سمك؟ كله قال لك أنا داخل أنام. والفرعون الكبير طبعًا أنا داخل أنام. الفرعون الكبير المصري الأصيل. فاضطريت إن أنا ألبس وآخد الفرعون الصغير ابن أحمد معايا، ونزلنا جبنا السمك. نزلت جبت السمك. فأنا طبعًا من الناس اللي بتحب البولتي. البولتي ده يعني حاجة أساسية بالنسبة لنا، وباحب البوري، وباحب اللي هو الجمبري. يعني مش كل الأسماك طبعًا باحبها. جرّبت أكتر من نوع، بس اللي أنا مرتبطة بيه جدًا، جدًا، وما باحبش إن أنا أغيّره، اللي هو ال البولتي والبوري والجمبري. أنا هنا الخلطة دي زي ما أنتم شايفين حطيت عليها شوية من الزيت. الزيت كمان بيسهّل لي التقشير. فنزلت جِبت السمك ده، و معايا هنا جِبت البولتي، وده كان موجود عند اللي هو المحل بتاع السمك. أنا باحب أجيب الحاجة بتاعتي أشوفها بعينيّا. أنا أحب أشتري الحاجة أنا اللي أشوفها، وأنا اللي أجيب طلبي عامل إزاي. فلقيت السمك ده اللي هو البوروروم. أيوه. اسمه الشخرُم، شخرُم بوروروم، أنا بقى اللي مسميه. ولادي بيقولوا لي: "ده إيه يا ماما؟" باقول لهم: "البوروروم." فهُم مش عارفين. إحنا أول مرّة نجيب السمك ده. هو السمّاك قال لي إن هو سمك حلو أوي وبيبقى جميل جدًا في الشوي. فلقيت السمكة دي بس مش عارفة اسمها إيه. أنا في الأول مش يعني أنا دي شكل البوري بس مش بوري. مكرونة بقى، مش عارفة بصراحة. أنا يعني مش خبيرة أوي في الأسماك، بس مش عارفة اسم السمكة دي. لو أنتم تعرفوا إن السمكة دي اسمها إيه ابقوا عرّفوني. السمك ده اسمه شخرُم. كيلو كنت جايباه ب35 جنيه، فقُلت أجرّبه. هو قعد يشكر فيه وجميل وتحفة ومش عارفة إيه، فقُلت أجرّبه. بُصّوا عامل إزاي. هو شكل اللي هو البولتي الصغير ده، بس هو مش بولتي. المهم زي ما أنتم شايفين كده غسلته كده، وأنا قُلت إيه هاشوي شوية وهاجرّب مقلي شوية. فللأسف، للأسف إن أنا خدت حوالي آآ أكتر من 3/4 السمك ده شويته.
أنا هنا باعصر عليه ليمون، وبعد كده أنا عايزاه يكون فيه مَيّة عشان أقدر إن أنا أحطه في الردة، وللأسف كمان إن أنا شويت في قلب البيت، يعني أنا دايمًا باشوي برّه، يعني لمّا باشتريه باشويه برّه، وبعدين باخده بس يا دوب أعمل الرز والسلطات وخلاص، لكن ده أنا عملت بقى فيها أم العريف زي ما قُلت لكم، وقُلت إن أنا إيه هاشوي كده في البيت زي ما باشوف كده، وباسمع اللي بيشوي في البيت، ياه بتوفّري بقى ومش عارفة إيه، لكن للأسف ما فيهاش أي توفير خالص، ولا توفير ولا أي حاجة، ده الشقة بتبقى ريحتها قمة في الدخان. أنا بعد ما فطرنا وغسلت المواعين واتفاجئت كده كنت باتخانق مع ولادي ما شاء الله يعني كل يوم بنتخانق مع مع ولادي، فجيت أبُص لقيت كل الشبابيك الموجودة في البيت مفتوحة، قُلت لهم: "يعني الناس بتسمع صوتنا وإحنا بنزعّق بس مش فاهمين إحنا بنقول إيه، دلوقتي أنتم بتسمّعوا الناس صوتنا بالواضح كده يعني أنتم فاتحين ليه؟" قالوا لي: "يا ماما عشان ريحة الدخان." الدخان كان مالي الشقة بصراحة. هنا الشُخرُم الشُخرُم ده أنا مش عارفة اسمه غريب كده ليه، واسمه مضحك بصراحة، فقُمت أنا جايبة الردة بتاعتي، كان عندي ردة هنا عشان كنت عاملة كبدة بالردة، فعندي ردة في التلاجة، جِبت شوية حطيتهم في الطبق، وجِبت الشُخرُم وبلّيته كده في الردة، أو النخالة بتاعة القمح. تمام، عندي طاسة قديمة بقى، فقُلت إيه خلاص هاجيبها وهاشوي فيها السمك، علشان ما ابوّظش الطاسات بتاعتي أو الصواني اللي موجودة عندي وبتتبهدل، فقُلت إيه أجرّب كده. زي ما أنتم شايفين أخلّي الطاسة سخنة جدًا، علشان السمك ده يحمَر ويطلع على طول ما انشّفوش. المهم كان عندي شوية من الجمبري طلّعتهم، وحطيت هنا عليهم بيضة، وحطيت شوية من كمون، وشوية من كزبرة، وشوية من بهارات السمك، والتتبيلة بتاعتي اللي هي بتبقى عبارة عن توم وفلفل وليمون وكمون وملح وخل، وكمان بابقى أحط فيها إيه، بس. دي التتبيلة دي باعملها على طول متفرّزة للبتنجان، للفول، للسلطات، للجمبري، لأي حاجة، للسمك، يعني أنا باستخدمها على طول، بتبقى موجودة عندي متفرّزة. فزي ما أنتم شايفين كده عصرت كمان عليهم ليمون، عندي شوية زيت هنا كنت محمّرة فيهم بطاطس في الwok، قُلت يالّا عشان أغسله، فجِبت الجمبري زي ما أنتم شايفين، أنا ولادي بيحبّوا الجمبري crispy مش بنحبّه بالدقيق. بنحبه يكون مقرمش، ده كريسبي اللي هو بتاع بيقولوا عليه كورن فليكس أو كنتاكي اللي بيتباع عند العطار، بس أنا هنا باضربه شوية في الكبة عشان ينعم، عشان بيبقى الحبيبات بتاعته آآ كبيرة، وبتبقى يعني لو أنا سِبتها كبيرة كده مش هنعرف ناكلها، بتبقى جامدة أوي، لكن لمّا باضربها كده في الكبة وبتبقى ناعمة بتبقى حلوة. المهم أنا هنا زي ما أنتم شايفين عملت الجمبري من خليط البيض والتوابل والحاجات اللي أنا عملتها والتوم، حطيتها في الكريسبي اللي إحنا عملناه ده، وحمّرته، وبعد ما حمّرته خلاص طلّعته، هو لسه ده تقريبًا آخر مرّة. عندي طاسة هناك برضه هناك أهيّة فيها زيت، وجِبت هنا السمك البلطي بعد ما غسلته كويس ونقعته فيه الليمون، أنا مش باحط عليه ملح. جِبت هنا البولتي وحشيت برضه التتبيلة بتاعتنا اللي هي التوم والفلفل الليمون والحاجات اللي أنتم عارفينها دي والكمون طبعًا وبهارات السمك. حشيت البولتي وبعدين جِبت هنا طبق كبير كده حطيت فيه شوية من الدقيق، وحطيت كمان معلقتين 3 من النشا، وشوية كمون وشوية بهارات سمك، وقلّبت الكلام ده كلّه مع بعضه، وجِبت هنا البولتي وتبّلته كده في الدقيق، وبعد كده في زيت سُخن في الطاسة اللي هناك اللي بعيدة دي حطيت البولتي، بقيت أحمّر بولتي وأحمّر الجمبري وأشوي البتاع ده، الواد الصغير ده الشخرمون ده شخرمون هو فعلًا يتسمى اسم شخرمون، قُلت أمّا أجرّب إيه، أنا عملت شوية مشوي قُلت أمّا أجرّب مقلي كده. فبعد ما خلصت الجمبري حطيت الشخرمون ده في الوok الأحمر ده وباحمّره. المغرب أذّن يا ماما الحقينا فجابوا لي تمراية عشان إن أنا أفطر يعني وكده على أمّا أخلّص. يا ماما إحنا هنتسحّر مش هنفطر، قُلت لهم بس خلاص أنا قرّبت أخلّص. كنت عملت بقى إيه، رُز أبيض وسلطة خضرا، وكنت شويت بتنجانة برضه على البوتاجاز، وعملت بابا غنوج وكده تمام، ما عادش بس إن أنا أخلّص غير الشخرمون ده والبولتي، الحاجات اللي قدّامكم دي كانت تقريبًا آخر حاجة، بقيت أطلّع كده اسمه إيه؟ نسيت اسمه، شخروم؟
المهم يعني أنتم أكيد عارفينه أنا أول مرّة أجرّب شُخرُم، أيوه شُخرُم. هاحطّه بقى إيه في إيه بعد ما خلّصت كده الشوي، هاحط الشُخرُم ده في التتبيلة اللي أنا عملتها. وشايفين البوتاجاز صدمة، بجد اتصدمت صدمة عمري، البوتاجاز الستيل اللي كان فضي كده تحفة بيلمع، بقى بالشكل ده. غسلت البوتاجاز بعد الفطار وكل ده وبرضه اللون مش رايح خالص. فكان عندي أنا كنت شارية قبلها بكام يوم اللي هو اللهلوبة ده بس لسه ما جربتوش، فقُلت هابقى إيه هاشتغل كده أشوفه هيرجّع لي البوتاجاز زي الأول والّا لأ. هنا الجمبري خلاص خلص، خلّصته وبدأت هنا أحط إيه، شوية من الملح، شوية برضه من الكمون، وحطيت شوية من الشبت، وشوية من التتبيلة اللي أنا عملتها في الأول خالص، اللي هي التوم والفلفل والكلام ده. جِبت الشُخرُم ده بقى حطيته في التتبيلة، اللي هي المَيّة وملح دي والتتبيلة اللي إحنا حطيناها عشان يطرّي لي السمك وما يبقاش ناشف وفي نفس الوقت هيتقشّر يعني بسهولة. شايفين أنا هنا بعد باسيبته حوالي 5 دقايق كده علشان يتشرّب النكهة والطعم اللي موجود في المَيّة. باطلّعه هنا ده اسمه إيه، القالب ده أو اسمه إيه، البولة دي بتبقى مخرّمة كده زي ما أنتم شايفينها في الجناب، ده أنا باغسل فيها الرز عشان ما يقعش منّي وأنا باغسله. فأنا حطيت هنا فيها وهاخدها كده وأصفّي المَيّة الزيادة في الحوض. السمك زي ما أنتم شايفين أنا عملت بقى كان عندي اللي هو الخليط أو الmix اللي هو تمر هندي مع الكركديه كان موجود لسه عندي في التلاجة. حطينا هنا الجمبري وسلطة البتنجان والشُخرُم مقلي ومشوي، أنا حبيته مقلي أكتر من المشوي. الجمبري الحمد لله بألف هنا وشفا، ولادي يعني بيحبوه بس مش كلّهم، يعني 2 بس بيحبوه، هُم اللي كلوا منه. ده الشُخرُم أهوّة. أنا كأول مرّة أدوقه ما عجبنيش مشوي، لكن عجبني وعجب ولادي مقلي، تمام. هو أصلًا اتبقى مننا كان برضه السمك لإنه ما شاء الله كان كمية يعني كبيرة علينا، وبعدين إحنا في رمضان ما بناكلش كل الكمية دي. السفرة تحفة بجد تجنن، وتغيير في الأكل بألف هنا وشفا، وجربوها الوصفة تعجبكم جدًا. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وكانت معاكم أميرة أبو زيد، وبألف هنا وشفا، وجربوا الشخرم. حلو أوي بصراحة وهو مقلي. أنا ما حبيتهوش مشوي، ولا أنا ولا ولادي. أنا باصور لكم السفرة ما شاء الله اللهم بارك شكلها تحفة ويفتح النفس. يالّا باي، ما تنسونيش في اللايك، باي باي.